ضيفي هو فارس بني عياد، أبرز الفنانين العرب أصحاب المواهب المتعددة، كونه موسيقي وملحن ومغني، وله مشاركات عديدة في أعمال فنية هامة في حوالي 4 عقود جدد فيها نجوميته وعلاقته بشكل دائم مع المشاهد العربي. ولأن حوارنا على هامش السينما فسأذكركم هو صاحب قلبان وجسد عام 59 مع قمر ومحمد شامل، والسم الأبيض مع نزهة يونس ونوال فريد، وعربة الشيطان وأيام من عمري والجاكور السوداء والمعلم لطوف. هو أحد نجوم فيلم أنت عمري مع صباح وعبد السلام النابلسي وفهد بلان، والرهينة مع رندا ونادية جمال، وسفر برلك مع الرحابنة والسفيرة إلى النجوم فيروز. ولا يمكن أن أسمع اسمه إلا وأتذكر المشهد الأخير في هذا الفيلم: القارب يبتعد عن الشاطئ، يقف المحب ملوحا لحبيبته ومرسلا آخر الآمال. عليا البسي المحبس، وبمحبسه هذا يبقي نهاية الفيلم مفتوحة على أمل العودة، ويحبس به قلوب المشاهدين وقلب حبيبته. إنه فارس السينما العربية وضيف المهرجان وعضو لجنة تحكيم الأفلام العربية، الفنان اللبناني الكبير إحسان صادق. بحاول إني ما أكذب، لأن الكذب مضر كتير. مضر بالصحة. مضر بالصحة طبعا. لا بتعرف، لأن الواحد لما يكذب وبيرجع لذاته بيعرف حاله إنه ارتكب خطيئة بحق غيره يعني. فلذلك أنا بشوف الكذب يعني مؤذي للصحة. والله إيه؟ والله نصيحة مهمة يا أستاذ إحسان، وخصوصا إنه الكذابين صحتهم كويسة للأيام. تعرف، خلينا نحكي بالسينما. شو هي أنواع الأفلام اللي بيحبها إحسان صادق على الصعيد المشاركة؟ نعم. بماذا يحب أن يشارك إحسان صادق كممثل؟ دائما في توقعات وفي استبيانات رأي. هلا من خلال ما رشح إلينا، نعم، ومن استضافتنا كان بضيف 18 أعضاء لجنة التحكيم، حضرتك آخر المستضافين، كلهم عم بيشيروا للفيلم الجزائري. يبدو فيلم الجزائري رح يكون